سلقت العجين في المية المغلية، ما كنتش اعرف اني بعمله غلط ووفرت فلوس كتير قوي. بجد يا جماعة ده اختراع، والله اختراع. وحجم الحاجة كده بتزيد اضعاف مضاعفة، مش هتصدقوا. توفير التوفير حاجة كده خيال، ما كنتوش تتوقعوها ابدا. انا عن نفسي انصدمت، ما كنتش اعرف انه سهل قوي كده وبيطلع ناجح كمان. والعجينة هشة. لا وكمان كنا بنقطعه غلط. لا ده انتوا هتنبهروا قوي كده في الفيديو ده. يلا نبدأ كده ونجيب كيلو من الدقيق. انا بستخدم الاصيل متعدد الاغراض، ولا بنخله ولا اي حاجة. بحطه عليه معلقة ملح، معلقتين سكر، كيس خميرة فورية، معلقتين من اللبن البودر. وبقلب كل المكونات الجافة مع بعض، وابدأ انزل حوالي 3 معالق كده من الزيت وعلبة زبادي علشان تخلي العجينة معايا طرية وحلوة قوي. وابدأ اضيف لها مية دافية واحط لغاية ما العجينة تتشرب معايا، وابدأ الم العجينة بتاعتي واحطها كده في طبق واغطيها بالاسترتش واغطيها بفوطة واركنها كده على جنب. شايفين خمرانة ازاي وحلوة او طرية. وهبدأ ان انا اشكلها بفنجان، ما تستغربوش. شايفين الجمال. في ثواني كده بتشكليها كده في ثواني. كنت ناوية اعمل عيش كايزر بالحجم اللي انا طلعته من الكوباية. لقيت بنتي وفيت لي وقالت لي لا احنا عايزينه كبير شوية ماما، اضغط عليه. سمعت كلامها وضغطت عليه عشان يطلع حجم الرغيف معايا كبير شوية. بصراحة كنت قلقانة لأول مرة أضغط عليه وافرده كده شوية. بس من رغم ان انا سلقت العجين في المية المغلية، طلع معايا وهاشش وكبير وما شاء الله. مش عايزة اقول لكم بقى ايه التوفير يا جماعة. حاجة كده من كيلو دقيق تحسي ان انتي عاملة 2 كيلو دقيق، والله. وجبت كده طبق صغير وضفت معلقتين من اللبن البودر عشان ما فيش عندي حليب، وشوية كده من البن، بس البن طلع شوية كده كتير معلش، وشوية ميه وبيضه، وقلبت كل ده ودهنت بيهم كده العيش بتاعي، العيش الكايزر، وحطيت كده سمسم. هتقولي لي ده قرص، هوريك حالا وهو قابب وزي الفل وجميل قوي قوي. بصوا طلع ودهنته كده بشويه من الميه بالفرشه وغطيته كده نص ساعه. عايزه اقول لكم طلع معايا هش وقطني وحلو وطري وتوفير التوفير. اتمنى ان انتوا تجربوها. وعايزه اقول لك كل المعجنات بعتمد عليها بنفس الطريقه كده بالظبط، بس هتشكلي كل حاجه على مزاجك.